السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء الكرة، مرحبا وسهلا بكم. كشف وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عن اللائحة النهائية للنخبة الوطنية المستدعاة للمشاركة في كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. وتشهد اللائحة تواجد كل من نصير مزراوي الذي كان غائبا عن مباريات فريقه بايرن ميونخ الأخيرة بسبب الإصابة، إلى جانب حضور محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري، وعودة سفيان بوفال المحترف في نادي الريان القطري. وإليكم التشكيلة: في حراسة المرمى ياسين بونو لاعب الهلال السعودي، منير المحمدي، مهدي بن عبيد. خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أقرد، رومان سيس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير عبقار، محمد الشيبي. وفي خط الوسط: أمير ريتشارلسون، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، إسماعيل السيباري، أمين حارث. في خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طارق التيسودالي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي. تشكيلة في رأيي الخاص تبدو متوازنة وقوية نوعا ما. وليد الركراكي أعطى الفرصة للاعبين الأكثر جاهزية لخوض غمار هذه البطولة، كأس لطالما حلمت به الجماهير المغربية. هل ستكون في نصيبهم في هذا العام؟ نتمنى ذلك. اتركونا آراءكم وتعليقاتكم حول التشكيلة، وهل لنا أمل في البطولة؟ السلام.